السلام عليكم. واخيرا عيسى ديوب صخرة دفاع فولهام الانجليزي يقرر تمثيل المنتخب الوطني المغربي، وها هو الان غادي يكون حاضر مع المنتخب لمواجهة كل من الاكوادور وكذلك منتخب الباراغواي في مفاجأة. فكنعتبرها اول خطوة اليوم كيديرها السي محمد وهبي، فمشكور عليها. في هذا الفيديو غادي نتعرفوا شنو هي الاسباب الرئيسية اللي خلات هذا اللعيب لانه يعطي الموافقه باش يمثل المنتخب الوطني المغربي على حساب المنتخب الفرنسي، رغم انه السي وليد الركراكي ولا كذلك السيد فوزي القجع فداروا جوج ديال الزيارات لهذا اللاعب ملي كان كيلعب في ويست هام يونايتد، ولكن اللاعب للاسف الشديد فكان راسو قاصح. اليوم راسو رطب والحمد لله. كاين مفاجاه بخصوص كذلك استبعاد محبوب وليد الركراكي، وكذلك عوده لاعب جينكا البلجيكي زكريا الوحيدي، وكذلك التصريح اللي غادي نتعرفوا معكم بخصوص مدرب روما غاسبيريني حول نائل العراوي. فمرحبا بكم في حلقه جديده، حلقه اللي كنتمنى من جميع الناس اللي شاهدوها حلقه ديروا لنا واحد الاشتراك، فعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. كلكم كتعرفوني عبد السلام الحجوي، فكلكم كتعرفوا على ان هذه القناه الثانيه ديالي، لهذا فكنتمنى اي واحد شاف هذه القناه فما تبخلوش على بواحد لايك باش يبقى يوصلكم كل ما هو جديد. اذا نمشيو بالخطوه الاولى. لاعب فولهام الانجليزي عيسى ديوب، هذا اللاعب شحال من خطره وجه ليه الدعوه ما بغاش يلعب مع المنتخب. مارس 2024 كانت اول دعوه ليه، حين كان السيد فوزي القجع وكذلك وليد الركراكي داروا واحد الزياره ملي كان كيلعب في ويست هام يونايتد. مشاو عنده جلسوا معاه، خداو واحد الوقيت، قال له ما غاديش نلعب، عطيوني شي شويه ديال الوقت. مزيان. 2025 شهر يونيو المعسكر ديال المنتخب الوطني المغربي مع وليد الركراكي، مشى كذلك وليد داروا واحد الزياره ثانيه، اللعيب ما بغاش، قال له مازال تعطيوني شي شويه ديال الوقت. اذا هذا اللعيب كلكم كتعرفوه كان باغي يلعب مع منتخب فرنسا. اللعيب لعب العديد من الفئات السنيه ديال فرنسا، تحت 17 سنه 18 سنه 19 سنه و20 سنه. اخيرا هذا اللعيب ملي شاف راسو ما غاديش يلعب مع منتخب فرنسا وكاين نجوم احسن منه، قال شنو ندير؟ نوجه دعوه الى الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم ونقول لهم صافي غادي نلعب مع المنتخب الوطني المغربي. صحيح حنا ما غادي نكروش، حنا مرحبا به الى جا مرحبا به. هذا اللعيب كلكم كتعرفوه في العمر ديالو 29 سنه، واش قادر يقدم مستويات المنتخب او لا؟ ربما راه صافي ما صاب ما يدير، وفرنسا سدت الباب في وجهه وقال شنو غندير؟ نلعب مع المنتخب الوطني المغربي. مزيان. حنا عندنا مشكل في الدفاع بغياب عن 4 ديال العناصر اللي كانوا اساسيين مع الركراكي في كاس افريقيا، ما غيكونوش حاضرين. اعتزال ديال سايس، ادم ماسينا ما عندوش فريق، اصابه ديال جواد اليميق، وعمليه جراحيه دارها نايف اكر. اذا المنتخب الوطني المغربي يفتقر الى مدافعين من المستوى الاول، فهذا الشيء هو اللي خلى اليوم سي محمد وهبي باش يوضع هذا اللاعب عيسى ديوب ضمن خططه لمواجهه كل من الاكوادور والباراغواي. مزيان، هذا خبر جديد، وهذا الشيء كيعود بالفضل لاول خطوه اليوم كيديرها السي محمد وهبي، فمشكور عليها. ثاني حاجه لاعب جينكا البلجيكي زكريا الوحيدي، فكلكم كتعرفوا هذا اللاعب لعب بزاف ديال المباريات مع وليد الركراكي ولكن ما كانش كيلعبوا بشكل اساسي، ما قنعناش بهذاك الشكل. اليوم هذا اللاعب يحصد الاخضر واليابس مع الفريق ديالو جينكا البلجيكي. وهبي دار واحد الزياره، مشى تابع المباراه ديالو في الدوري البلجيكي، لاعب بصم على مستويات رائعه، ماركا هدف كذلك في الدوري الاوروبي. وهذا اللاعب ها هو الان ضمن خطط سي محمد وهبي، فقط اما غادي يكون في اللائحه النهائيه او ربما غنشوفوه في معسكر اخر. المحبوب ديال وليد الركراكي اللي هو محمد شيبي ما غاديش يكون حاضر. هذا الشيء جاء بخصوص تصريحات ديال سي محمد وهبي اللي قال انه الشيبي تراجع المستوى ديالو بشكل كبير، وكلكم شفتوا البارح كذلك وهبي والمساعد ديالو جواو ساكرامنتو راه كانوا حاضرين في المباراه اللي كانت جمعت ما بين الجيش الملكي وبيراميدز المصري، رغم انه امس الشيبي دار شي شويه واحد المستوى زوين ولكن ما قنعش. لهذا فالشيبي غادي يكون خارج الحسابات ديال المدرب سي محمد وهبي. وغنختموا بالملف ديال غاسبيريني
مدرب روما اللي قال لهم نائل العناوي، قال لهم تبدل بشكل كبير. قال لهم انا نائل العناوي ما كنتش كنعرفه بهذا المستوى. قال لهم ملي مشى لعب في كاس افريقيا تاثر بشكل كبير. العناوي قبل ما يمشي يلعب كاس افريقيا فكان المستوى ديالو كبير، واليوم ملي جا فتراجع المستوى ديالو. لهذا قال لهم كنتمنى من جميع الانديه اللي بغات تعاقد مع اللاعبين الافارقه فتفكر مزيان، لانهم الى مشاو ولعبوا في كاس افريقيا فإلى رجعوا الانديه ديالهم فغيتراجع المستوى ديالهم. فهذا الشيء خلق جدل كبير، ونائل العناوي كنعرفوه فماشي المستوى ديالو اللي تراجع، ولكن نائل العناوي فقط عطاه الفرصه فغيكون ان شاء الله عند الحسن ديال الظن اي مدرب كيف ما كان نوعه. فالشكر موصول لكم، تحيه طيبه لكل المشاهدين والمشاهدات.